وده هو الايفون 17 برو ماكس بلون الكوزميك اورنج. انا دلوقتي بستخدم الايفون 17 برو ماكس لمده يومين، وفي الفيديو ده هديكوا انطباعاتي عن التليفون اللي بيصور اصلا الفيديو اللي انتوا شايفينه ده دلوقتي. الكاميرا بتاعتي اهي. ده مش فيديو مراجعه، بس كل الحاجات اللي انا لاحظتها عن التليفون من ناحيه الالوان، تصميم، اداء الكاميرا، اداء الحراره، اداء البطاريه، من ملاحظاتي في اول يومين. واول حاجه هبدا بيها هي تجربه الانبوكسنج. هي تجربة عادية جدا زي اي انبوكسنج، بس في حاجة مختلفة هنا. العلبة ما فيهاش الدبوس بتاع الشريحة، وكمان ما فيهاش اوراق او كتيب اللي بيجي مع التليفون. كل اللي موجود فيها ورقة واحدة بس، هي بتقول ان التليفون ده بيدعم بس الشريحة الالكترونية. وده لان التليفون دلوقتي ما بقاش بيدعم الشريحة العادية بس الشريحة الالكترونية، وتقدر تشغل عليه شريحتين في نفس الوقت. وهم استغلوا المكان بتاع الشريحة العادية عشان يكبروا البطارية، ودي كانت حاجة كويسة جدا، لان الايفون بقاله كام سنه اداء البطاريه ما كانش احسن حاجه. اخر ايفون كان بطاريته كويسه كان الايفون 13 برو ماكس، واعتقد ان التليفون ده عنده احتماليه ان يكون احسن بطاريه ايفون برو في اخر 4 سنين. اول انطباع بالنسبه لي لما فتحت التليفون وطلعته من العلبه هو كان على اللون بتاع التليفون. اللون بتاعه هو برتقاني، بس مش برتقاني فاقع زي الساعه اللي انا لابسها دي. هو برتقاني مدي على اللون النحاسي البرونزي شويه، حاجه ما بين الاتنين. هو برتقاني ميتال، مش برتقاني فاقع. تاني حاجه واللي هي قدرتني شويه، ان التليفون اللون البرتقاني وانت بتتفرج على الشاشه وماسك الشاشه، اللون البرتقاني باين على الفريم من قدام. ودي حاجه بصراحه حسيتها ان انا ماسك تليفون رخيص شويه. عارفين التليفونات اللي هي بتبقى ملونه من كل ناحيه؟ مش عارف اذا كنت هعرف اتعود عليها او هتعود عليها يعني ولا لا، بس ده الاحساس اللي جالي اول ما مسكت التليفون وانا بستخدمه من قدام. الحاجه الوحيده اللي خلت الاحساس ده يقل معايا شويه ان انا حطيت الخلفيه الجديده بتاعت ال 17 برو البرتقاني على التليفون، ومن ساعتها اللون البرتقاني في الشاشه مع اللون البرتقاني على الحواف هو ده اللي ضيع شويه من الاحساس ده. تاني حاجه لفتت انتباهي هي التصميم بتاع التليفون. التصميم هنا مختلف تماما عن السنين اللي فاتت. عندك البروز اللي جنب الكاميرا دي، ده محطوط فيها المكونات بتاعه التليفون عشان توسع كمان من البطاريه، وكمان هما مستغلين البروز دي عشان يزودوا من الخطوط بتاعه الانتنه بتاعه التليفون. الخطوط دي كانت الاول على الحواف بتاعه التليفون 5 خطوط، لكن دلوقتي انت عندك الدايره كامله اللي حوالين الكاميرا كلها فيها الانتنه بتاعه التليفون غير الخطوط اللي حوالين التليفون. واعتقد ان دي ممكن تحسن كتير من الاستقبال بتاع التليفون والارسال بتاعه، وخصوصا في الاماكن اللي هي ضعيفه. بس انا لازم اجرب حاجه زي دي عشان اشوف الفرق ما بين الاتنين. تاني حاجه ممكن تاخدوا بالكم منها هي في خط تخين كده فوق التليفون، والخط ده هو عباره عن انتنه مخصوصه عشان ال 5G بالمليمتر ويف، واعتقد ان دي اصلا مش شغاله عندنا في الوطن العربي. كل اللي شغال عندنا هو السب 6 جيجا هرتز. ومن الحاجات اللي المفروض انها اتحسنت في التليفون هي الثيرمال بتاعته، يعني معالجه الحراره بتاعه التليفون. وعشان كده ابل اصلا رجعت للفريم الالومنيوم والشاسيه الالومنيوم، وبقى فيه فيبر تشامبر على التليفون. في عندي نقطتين في موضوع الحراره اللي انا لاحظتهم. اول يوم وانا بستخدم التليفون وانا بحمل بقى التطبيقات بتاعتي كلها وبعمل سيت اب على كل الابلكيشنز، في العاده دايما التليفون بيسخن معايا، لكن وانا بعمل 17 برو ماكس التليفون ما سخنش معايا، ودي حاجه عجبتني جدا. لكن دلوقتي وانا بره في الجو الحر بتاع الامارات وانا بصور كام فيديو اللي احنا شفناهم، التليفون حاسه ان هو بدأ يسخن. ما سخنش زي التليفونات التانية او زي ال 16 برو ماكس، لكن انا حاسه ان هو بدأ يسخن. فاكيد عشان الجو الحر، فاكيد ده هيأثر برضو على التليفون. الثيرمال والفريم هيساعدوا ان هم يبردوا المعالج، لكن مش هيقدروا يبردوا الجو اللي حواليه. لكن اكتر حاجة انا شايل همها في موضوع الفريم الالومنيوم ده هو الخدش، لان الالومنيوم اسهل في الخدش عن التيتانيوم، واسهل في الخدش عن الازاز. وهنا عندك الازاز جزء صغير بس في التليفون، لكن الفريم بتاع التليفون والظهر بتاع التليفون معظمه هو فريم الومنيوم. وعشان كده انا شايل هم موضوع الخدش. وفي ناس اوريدي منزله صور ان التليفون اتخدش معاهم من اول يوم، ومن وقعات بسيطه التليفون هيتخدش معاك. احنا في الاول كنا بنحط جراب على التليفون عشان الازاز ما يتكسرش، لكن دلوقتي احنا هنحط جراب على التليفون عشان الفريم والتليفون نفسه ما يتبهدلش. لو انت ناوي تستخدم تليفونك من غير جراب، فابعد عن اللون الكحلي مع انه اشيك لون، بس ابعد عن اللون الكحلي لان ده اكتر لون هيبان عليه الخدوش البسيطه. وبتهيالي اكتر لون هيبقى مناسب ليك لو انت عايز تستخدم التليفون من غير جراب هو هيكون اللون السيلفر، لان ده لون فاتح فاقل لون هيبان عليه الخدوش البسيطه. من الحاجات اللي اتحسنت في التليفون هو الجيل الثاني من السيراميك شيلد على الازاز بتاع التليفون. وفي حاجه، لو انتوا بتتفرجوا على زاك جيري ريج ايفريثينج، هو دايما بيقول ان الازاز بيتخدش على حده رقم 6 وبيبقى فيه علامات اكتر على حده رقم 7. وهو دلوقتي عمل التست ده على الايفون اير وهو نفس الجيل الثاني بتاع السيراميك شيلد، وفعلا انا انبهرت وهو كمان انبهر من النتيجه، لان التليفون
ساب علامات بسيطة جدا على حدة رقم 6 وساب علامات بسيطة على حدة رقم 7. فتفتكروا ابل فعلا عملتها وعملت لنا تليفون بإزاز اقوى من اي ازاز تاني؟ انا شايف كده. والازاز بتاع التليفون دلوقتي عليه طبقه اللي هي بتمنع انعكاس الضوء، وانا جربت الطبقه دي مقارنه بال16 برو ماكس وكان الفرق كبير جدا. لكن لما جيت اجربها بالاس 25 الترا انا شايف ان الاس 25 الترا لسه احسن من ال17، لكن طبعا هو تحسن كبير مقارنه بال16 برو ماكس. وطبعا في الجزء الازاز المحطوط في ظهر التليفون ده، وده مخصوص عشان الوايرلس شارجر، ما ينفعش يكون الومنيوم. والازاز ده معمول بتقنيه السيراميك شيلد الجيل الاولاني اللي كانت على وش التليفونات القديمه، والمفروض ان الازاز ده يقاوم الكسر اكتر من الازاز العادي. لكن اللي لاحظته ان الازاز بتاع ظهر التليفون ده الملمس بتاعه مختلف تماما عن الملمس بتاع التليفونات القديمه. حتى الصوت لما انت تيجي تمسك التليفون صوت مختلف، ملمس مختلف تماما، تحس ان انت اصلا الظهر ده معمول من بلاستيك، لكن ده مش بلاستيك، هو طبقه اللي محطوطه على الازاز. واللي لاحظته كمان في الفريم بتاع التليفون ان هو دلوقتي مش مسطح، هو مش مدور زي الايفون 10 والايفون 11، لكن في نفس الوقت هو مش مسطح زي من الايفون 12 لحد الايفون 16. يعني انت دلوقتي ما تقدرش توقف التليفون بنفسه من غير ما تسنده باي حاجه. وكمان حواف التليفون اللي هي ما بين الشاشه والفريم هي برضو فيها كيرف بسيط جدا، مش فلات زي التليفونات اللي قبل كده. وبالنسبه للبطاريه، بما اني انا لسه بستخدم التليفون لاول يومين وكنت بسيت اب وكنت بصور كتير، فما استخدمتوش الاستخدام التقيل. لكن بالنسبه لاول يومين فالتليفون مكمل معايا اليوم لحد اخره. يعني امبارح التليفون لحد الساعة 12 بالليل كان تقريبا 30%، ودي حاجة كانت كويسة جدا. لكن انا طبعا محتاج ان انا استخدمه استخدام تقيل واشوف اذا كان التليفون هيكمل معايا اليوم كله ولا هحتاج ان انا اشحنه في نص اليوم. وعشان اجرب الاداء بتاع المعالج الجديد فانا قارنت بينه وبين الايفون 16 برو ماكس والاس 25 الترا، يعني سناب دراجون 8 اليت، احسن معالج في اندرويد دلوقتي. واستخدمت جيك بنش 6 عشان اشوف فرق السكور ما بينهم. والايفون 17 برو ماكس هو كان اعلى سكور في السنجل كور والمالتي كور، والايفون كان اعلى من الاس 25 الترا في السنجل كور بتقريبا 700 نقطه، واعلى من ال 16 برو ماكس تقريبا ب 300 نقطه. وفي المالتي كور الايفون كان اعلى من الاس 25 الترا بتقريبا اكتر شويه من ال 100 نقطه، لكن اعلى من ال 16 برو ماكس باكتر من 1000 نقطه. طيب فرق السكور ده ناخد منه ايه؟ ان التليفون فيه تحسن عن السنه اللي فاتت من ناحيه الاداء، وكمان ان الاندرويد الاداء بتاعه تقريبا في نفس الليفل بتاع الايفون الجديد. يعني الاس 25 الترا نزل في اول سنه، تقريبا فرق بسيط بينه وبين الايفون اللي نزل في اخر السنه. ومعنى كده ان احتمال كبير الاس 26 الترا يبقى الاداء بتاعه كمان في الارقام هيكون اعلى من الايفون 17 زي ما حصل مع الايفون 16، ودي حاجه كويسه جدا. لكن هي في الاستخدام العادي فعلا انت مش هتحس بفرق كبير ما بين الاثنين، سواء 16 15 او اس 25 الترا او حتى الايفون 17 برو ماكس. الاستخدام اليومي التليفونات هتكون سريعه جدا وكويسه جدا معاك. وطبعا اكيد عشان فيديو المراجعه انا هختبر التليفون في الجيمنج وهشوف الحراره بتاعته بالكاميرا الحراريه وهشوف اداء البطاريه بتاعته كمان في الجيمنج هتكون عامله ازاي. فما تنسوش تتابعوني عشان ما يفوتكوش فيديو المراجعه، وكمان قولوا لي ايه الحاجات اللي انتوا عايزين ان انا اركز عليها في فيديو المراجعه. طبعا زي ما انتم متعودين هيكون في مقارنه كاميرات ما بينه وبين الايفون 16 برو ماكس والاس 25 الترا، وقولوا لي كمان ايه اللي انتوا عايزيني اقارن بيه. وبجد الكاميرا السيلفي فعلا ابهرتني، مش بس على موضوع ان انت بتمسك التليفون بالطول وتصور بالعرض زي ما انا عامل كده، لكن كمان الجوده بتاعتها. يعني زي الصور اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي انا مصور في اضاءه ضعيفه جدا، قدامي اضاءه واحده وفي اللي حواليا كله ضلمه، مقارنه بال16 برو ماكس وال15 برو ماكس ال17 فعلا عامل اداء كويس جدا. من الاستخدامات اللي انا شفتها ان انت تصور بالكاميرا انها تبقى بالعرض وانت ماسك التليفون بالطول. انت مثلا لو عايز تصور في العربيه ومكان ضيق مفيش مجال ان انت تفرد ايدك عشان انت تصور بالتليفون وتاخد صوره كويسه سواء ليك او اي حد معاك في العربيه، فبالشكل ده انت واخد صوره كويسه جدا، كل حد هيبقى باين. احسن بكتير ان انت تبقى ماسك التليفون بالشكل ده وشايف انت وشك هيبقى عامل ازاي، فلو الباب مقفول مش هيبقى في مكان اصلا ان انا افرد ايدي، فانا ده هيكون اخري، فشايفين هيبقى وشي عامل ازاي، الصوره مش هتبقى احسن حاجه واحنا اصلا باصين الناحيه التانيه في التليفون. ففكره كده انت هتبقى باصص في وش التليفون في نص التليفون بتديك صورة أحسن بكتير. والكاميرا الزوم على الآيفون بقت 48 ميجا بكسل، بس الموضوع ده هيفرق معانا في إيه؟ هيفرق إن أنت زي ما بتصور 4 أوبتيكال زوم
هتقدر تصور كمان 8 اوبتيكال زوم، لان التليفون مش بيعمل كروب في الصوره، هو بيعمل كروب في السنسور، فانت بتاخد الجوده بتاعه السنسور ال 12 ميجا بكسل كامله 8 اوبتيكال زوم. وفعلا الجوده بتاعتها انا شايف انها كويسه جدا، وهي المفروض في الصور بتوصل لحد 40 ديجيتال زوم، ولو انت هتصور عليه فيديو هتاخد برضو ال 8 اوبتيكال زوم، لكن هتوصل معاك لحد 25 ديجيتال زوم. انا دلوقتي بصور فيديو عادي، مش برو ريز، مش برو ريز لوج، مش اي حاجه، ده كده كواليتي الفيديو العادي على التليفون. لكن التليفون دلوقتي يقدر يصور فيديوهات برو ريز رو على التليفون. بس بقى في حاجه، عشان تصور برو ريز رو انت محتاج تستخدم يا اما دافينشي كاميرا يا اما فاينل كات كاميرا، والاثنين عشان تستخدم برضو الرو لازم تسجل على اس اس دي خارجي متوصل بالتليفون، مش هينفع ان انت تسجل على الانترنال ميموري بتاعت التليفون. ودي كانت حاجه غريبه جدا ان هم منزلين التليفون ب 2 تيرا بايت. طب هعمل ايه ب 2 تيرا بايت لما انا اصلا مش هسجل برو ريز رو على التليفون نفسه؟ طبعا انا محتاج ان انا اجرب نفس الكلام ده في البرو ريز وتصوير برو ريز رو، واشوف فرق الاداء هيكون عامل ازاي، وهل هيبقى فعلا بديل للكاميرا بتاعتي ولا لا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتابعوني عشان ما تفوتكوش الفيديوهات الجايه. ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.